السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وتكون الصحه ديالكم في احسن الاحوال. وان شاء الله العيد الاضحى على الابواب. الحاجه اللي نقد نقول لكم الله يرحم الام ديالي والله يرحم موتى المسلمين كاملين يا ربي. وحاجه اخرى هي ان هذا العيد هذا نحاولوا نصدقوا من الاضحيه. هي في الدين الاسلامي تيقول لك نصدقوا الثلث، فراه كاين الناس اللي ما عندهمش مساكن، الله يحسن العوان. نحاولوا نخرجوا من الاضحيه ونعاونوا الناس اللي ما عندهمش، وبالخصوص كيف كتشوفوا غلاء الاسعار، يعني واحد الغلاء اللي كبير بزاف. الله يرحمنا يا ربي، الله يرحمنا. واحد المتتبعات طلبوا مني باش ندير لهم جوله في حديقه، وبطبيعه الحال ان شاء الله غادي نخصص فيديو كامل ندير لكم جوله ونحاول نلبي لهم الطلب ديالهم، لان بغاوني نهضر لهم على لي بلونط، على النباتات اللي دايره في الجرده، كيفاش كنتهلا فيها، كيفاش الانواع ديال هاد لي بلونط اللي دايره. ان شاء الله اكيد غادي ندير فيديو خاص. وراه فايته درت واحد الفيديو شحال هادي، ولكن ان شاء الله انا نحقق لكم الطلب ديالكم. هنايا كنوريكم يعني الجرده شنو فيها. سولتني واحد الاخت شنو النوع ديال هذا الورد هذا راه غير ورد بلدي عادي، ورد بلدي اللي فيه الريحه تيعجبني نشوف فيه هكا، ومره تنقطع شي شويه وكنديرو في الفاز عندي في الدار. غادي نشارك معكم ان شاء الله النهار ديالي كيفاش دوزتو في الفطور الغدا، شنو وجدت وصفات. اول حاجه غنبدا بها وهي هذا الخبز ديال الطوست اللي صوبته بدقيق القمح الكامل، شي حاجه اللي صحيه 100% وما فيه لا دقيق لا سكر لا حتى شي حاجه، يعني صحي 100%. غادي نوجدو، هو بصراحه راني وجدتو ليله قبل باش لا غد ليه غادي نفطر به. انا نهار الحد اللي كنكون جالسه كيعجبني نفطر فرحتي ونتمتع بالفطور ديالي، واللي احسن وجبه عندي هي الفطور، مع اني في الصراحه انا راه هذه الشهر وانا مستغنيه على الفطور. اذن بالنسبه للخبز ديال التوست غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز، وغادي نزيد معاها معلقه نص معلقه ديال العسل الحره، ما عندكش يعني بلاش. وغادي نزيد واحد الكاس ديال الماء دافي، فقط دافي ما يكونش سخون باش ما يقضيناش على المفعول ديال الخميره. هنايا خديت واحد الكميه ديال دقيق القمح الكامل، خديته بالنخاله ديالو. غنزيد عليه واحد نص كاس ديال زريعه الكتان اللي بطبيعه الحال منقيه ومسحاها. وهنا ممكن ديروا اي نوع الزريعه اللي بغيتو، يعني نتوما اختياريين. وغادي ندير داك الخميره اللي درتها مع الماء والعسل. انا غنعجن غير بيدي، بغيتو تعجنوا بالعجانه لكم الاختيار. وهنا ما كيتزلكش بزاف، كديريه جاري شي شويه، ماشي بحال العجينه ديال الخبز. منين خليته واحد الساعه حتى خمر، غادي ناخذ المول ديال فين غادي ندير هذا التوست. راه كيتباع بالغطايه ديالو، يعني الغلاقه. هنايا عفوا نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، العجينه كندير فيها 2 معالق كبار ديال زيت العود، ومعلقه كنخليها حتى كنعجن. هنا ديك المعلقه الكبيره راني نسيتها حتى دابا، يعني من بعد عاد زدتها. غادي نديرو في هذا المول هذا ديال الطوست اللي غلفتو بورق الطبخ، وغادي ندهن يدي بشي شويه ديال الزيت العود لان كيلصق ليا العجينه كتلصق. وغنسرحو هكا كيف كتشوفوا في الفيديو بشكل عادي. الفران شاعله على 180 درجه، غادي نطيبو من التحت حتى يطيب من التحت مزيان. ولكن هنا راني غادي نخليه يخمر، عفوا نخليه نغطيه ونخليه يخمر واحد ربع ساعه او ثلث ساعه، عاد غنوضعوه في الفرن. درت فيه هنا الزرارع اللي عندكم، انا درت الزنجلان والزريعه ديال القرعه، زريعه خضراء، يعني كيف قلت لكم اي حاجه متوفره عندكم ممكن ديروها. وخليته خمر واحد ربع ساعه، وشعلت الفران حتى سخن مزيان ووضعته فيه، طاب من التحت ومن بعد شلت عليه من الفوق. هنايا وجدت الفطور ديالي، ما شاركتوش معكم، فطور عادي جدا. درت البسبوسه راه كاينه في القناه ديالي، كتجي بنينه، كانت جليسه زوينه. كيف قلت لكم فاش كتكون عطله او يوم الاحد كتكون يعني الدراري ما تيكونوش قارين، انا بطبيعه الحال كنحاولوا نتجمعوا ونستمتعوا بالفطور وبالوقت ديالنا. الفطور كانت فيه زبده بلديه، كان فيه شويه ديال الفرماج، زيت العود، يعني بشكل عادي. وكان ناخذ حتى داك الزبده ديال الكاوكاو اللي صاوبت بيدي، راه كتجي بنينه ورائعه. هذه صاوبتها لولادي فيها السكر، وانا ديالي درتها بدون سكر.
غادي نفطر. وكيف قلت لكم راه الخبز ديال الطوست كيجي بنين، كيجي هشيش بزاف وصحي، وكناكلوا شي حاجه اللي دايرينها بيدينا. غادي نفطر وغادي نرجع معكم نكملوا لا فيديو. من بعد ما ساليت وجبه ديال الافطار بطبيعه الحال نوض مع الدار. الا كاين شي حاجه غادي تقضى كتمسح الغبره، وكنمشي باش نوجد الغداء اللي كان هو عباره على سلطه اللي فيها البصله قطعتها شرائط طويله، مطيشه، الخيار والخس قطعتهم كاملين رقاق، ودرت واحد لاصوص اللي فيها واحد 2 معالق كبار ديال زيت العود، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وواحد شويه ديال الحامض معصر. غادي نخلط هاد لاصوص وغادي نخليها جانبا، لان اصلا هاد السلطه ما غاديش نخلطها دابا حتى نبغي نحط الغداء او حتى يطيب الغداء، لان فيها البصله ومطيشه. الا تخلطوا دابا راهم تيطلقوا الماء. وغادي نحتاج لهاد السلطه علبه ديال الطون، وواحد شويه ديال الفخوماج ابيض، اي نوع د الفخوماج عندكم، ما كانش بلاش، انا تيعجبني الفخوماج في السلطه. غادي نخليها وغادي نمشي باش نطيب هكا البلا الاساسيه، واللي غتكون عباره عن دجاج في الفرن بواحد التبليله اللي زوينه وتيجي بنين بزاف. هنايا ما شاركتش معكم بصراحه يعني التوابل، ولكن انا نقول لكم الدجاج خذوا اي طرف بغيتو في الدجاج، اي جزء الفخاد، اما الفخاد كاملين ديروا 6 الفخاد، ولا المهم الدجاجه قسموها. بالنسبه للتبليله غادي نديروا معلقه كبيره ديال الطماطم مصبره، اي مطيشه ديال الحك، شويه ديال الملحه، البزار، الخرقوم، سكينجبير، زريعه ديال القزبور، واحد نص معلقه صغيره، والثومه واحد 3 ديال الدروس ديال الثومه، وشويه ديال الزعتره، وزيت العود. وبطبيعه الحال الملحه ما نكثروهاش لان راكم عارفين الدجاج تيكون مملح. غادي نرقدوها واحد الساعتين وغنخليوها في الثلاجه، نغطيوها ونخليوها في الثلاجه. هنا خديت لاطه اللي غتدخل الفرن، درت فيها البصله اللي قطعتها شرائح، واحد 2 ديال البصلات كبار، وغادي ناخذ واحد مطيشه وحده اللي غادي نحيد لها القشره ونقطعها يعني حتى هي فلايك. كتجي بنينه هاد الطريقه ديال الدجاج في الفران، وداك الدجاج كيدخلو داك الاقامه ديالو مزيان فكيجي بنين بزاف. وغادي نقبط بطاطا، واحد 4 ديال البطاطات يكونوا متوسطين ولا على حساب يعني شحال بغيتو. غادي نقطعهم دوائر وغادي نديرهم حتى هما فوق هاد البصله ومطيشه. غادي ندير فوق منهم داك الدجاج. هنايا مره كنحتاجو نبدلو يعني الدجاج الاغلبيه كنطيبوه اما مدغمر اما كنطيبوه يعني هكا في مفور معمر، فبعد شي مرات كنحتاجو وصفات اللي كنخرجوا بها على المعتاد، لان فريمون شحال من حاجه كتطلع في الراس. واخا الدجاج مدغمر راه بنين، ولكن بعد شي مرات ديما راه كيطلع في الراس. كنحاولوا نبدلو صافي، مع حتى الوليدات تعجبهم هكا اي حاجه فيها في الفران وفيها بطاطا كتعجبهم. ديك المريقه اللي غتبقى لنا غادي نزيد فيها واحد الكاس صغير ديال الماء وغادي نحركها مزيان، وهي اللي غادي نوضعها فوق هاد البطاطا. غادي نغطي هاد اللاطه بورق الطبخ اولا، عاد غندير بابي الومنيوم. اياكم واياكم ديروا مباشره فوق الماكله بابي الومنيوم، لانه تيطلق واحد الجزيئات ديال داك الورق ديال الالومنيوم، تيطلق واحد الجزيئات فتيكونوا ضارين على الصحه. صافي هنايا درتو في الفرن، من بعد ما طاب وتاكدت انه طاب مزيان يعني بواحد الفرشيطه تكيتو فبان لي راه طاب.
غادي نعاود نردو للفرن باش يتحمر لي داك الدجاج. صافي هنايا راه طاب تحمر ليا. كنتو باغيين يتحمر دغيا فممكن توضعوه في الاير فراير دغيا غادي يتحمر، ما يشدلكمش الوقت. هنا نخلط هاد السلطه، درت داك لاصوص هو الاول خلطتها مزيان، وعاد غنوضع الطون والفرomage. وكان هذا هو الغديوه ديالي، صحيه بنينه، وحتى السلطه الصراحه بنينه جات ما تشبعوش منها، وما كتاكليش شي حاجه اللي مضره بالصحه او شي حاجه اللي كتزيد في الوزن. كلشي صراحه متناسق. هنايا البنات بغيت نوريكم هاد القراعي هادو، كنت دايرهم حدا الكافيتير، حدا ديك لا ماشين ديال نيسبريسو، حاطه فيهم الكركاع، اللوز، زريعه الكتان، حبوب الشيا. فانا كنبغي ناخذهم بزاف، يعني كنبغيهم يبانوا قدامي، فاضطريت انني نحطهم هنا. واخا البوطاجي يعني ما خصنيش نعمرو بزاف، ولكن كانت هذه الطريقه الوحيده باش يبقاو يبانوا لي، ومره كنقب منهم. راكم عارفين يعني الفواكه الجافه زوينه بزاف، على الاقل واحد 20 غرام يوميا. وبغيت نشارك معكم ايضا كاخر حاجه في الفيديو، نشارك معكم هاد ما عرفتش شنو نقول لهم. المهم هاد الجبيبينات ديال ميكا بصراحه هما ماشي حتى جبيبينات، هما راه نعتبرهم انا منظمات، شريتهم من بيم. فيهم الوان، فيهم الكغي، الغوز، كاين حتى الفيغ على ما اظن. كاين اللي فيها 4 ديال الطبقات، وكاين اللي فيها 2 طبقات. اللي فيها 4 كان الثمن ديالها 22 درهم، واللي فيها 2 كان الثمن ديالها 20 درهم. عجبوني بزاف. هنايا داك البيض اللي كيشيط ليا، منين كان نجيب بلاطو ديال البيض كندير في العلب اللي عندي في الثلاجه فكيشيط لي، فاضطريت انني نديرهم هنا. وبالنسبه لهذه ديال 4 بصراحه هزات لي بزاف، هزات لي الفرomage، كيري، لافاش كيري، يعني كاع داكشي اللي انا كنحتاج مع سولي اللي هكا تيطلق للفطور ديال الوليدات، فهزاتو لي. راهم جابوهم الجمعه اللي فاتت. بالنسبه لهذا كنوريكم هذا الشكلاط، هذا بحال شكل الشكلاط ديال نوتيلا بالحق، ماشي ديال المغرب. الوليدات باش بقاو عادي يحلوا القرعه ديال نوتيلا ويهزوا منها، فهذه وحيده كتكون كافيه بالنسبه ليهم. وهنا وصلت لنهايه الفيديو، نقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في ريوسكم، والى فيديو قادم ان شاء الله. الله يجمعنا ويجمعكم في ساعه الخير، وراني كنتوحشكم بزاف، وان شاء الله نتمنى انكم دائما تكونوا في جنبي وتشجعوني، وبسلام عليكم.